لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذا الدعاء بعدما سمع الأذان حقت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الغيث يا رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الغيث يا رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الغيث يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن، أمن يا رب فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. أخجلتنا يا رب برحمتك، يا رب رانا حشمانين منك برغم ذنوبنا ومعاصينا. شوف وش أعطيتنا يا رب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما أرحم الله بهذه الأمة، ما أرحم الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة راكم تشوفوا في ذنوبنا ومعاصينا، تشوفوا في بعدنا عن الله عز وجل. كل صراحة أحبة رسول الله، رانا ناقصين في الإيمان، ناقصين في التقوى، ناقصين في العبادة، ناقصين في عدة أشياء. ذنوبنا كثيرة، إلا أن الله عز وجل يرحم هذه الأمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم لك الحمد والشكر. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. يا ناس قال لكم ربي اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ابن آدم فأكثر ذكره في الأرض دأبا، لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. سيدنا يونس في قاع البحر، ظلمة البحر وظلمة الحوت أحبة رسول الله، ظلمات بعضها فوق بعض. قال يا رب، فاستجاب له الله عز وجل. نادي بما ناداه يونس بن متى، يونس عليه السلام تحت، قال يا ربي، فقال له الله: لبيك يا عبدي، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الناس قال لهم ربي ادعوني أستجب لكم. الناس احنا ما ندعيوش الله عز وجل، نروح لفلان وندي الدوسي لفلان وندير لفلان ونسال واحد الديان جل جلاله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا جماعة نقصتنا الثقة في الله. احنا ناس تقول له يا ودي قال لك ربي ادعيني أستجيب لك، أنا ندعي شو قريب يقول لك أنا ندعي وربي ما دار فيها والو. هكذا يعني عبدنا يقول كلش، هو ما قالهاش باللسان ولكن في الملامح، والناس تقول شك في ربي سبحانه وتعالى. سبحان الله. النبي قال لك: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: يلي عندك مشكل، يلي عندك هم، يلي عندك غم، يلي عندك دين، يلي عندك مشاكل، يلي راك مظلوم، أي مصيبة عندك، قال لك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عنده دين نهار كامل وحط يده على راسه ويخمم ساكت، علاش ما ديرش استغفار؟ صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم أعطتك الدواء. عندك وابنك خارج طريق، علاه قاعد داير هكذا؟ عندك بنتك خارجه طريق، علاه قاعد داير هكذا؟ ما تديرش هكذا، هاد اليدين قبل ما تدير بهم هكذا دير هكذا. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال لك النبي:
من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. من لزم هذا عهد عهده النبي صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى. أي حاجة قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما جابهاش من راسه، قالها له جبريل، وجبريل ما قالهاش من عنده، من عند الله رب العالمين. قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. صلي على الحبيب. فقال لكم النبي: من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار. ناس قاعدين عندهم مشاكل، قاعد في القهوة يقصر في الدومينو، ناس عندهم مشاكل قاعد في البورتابل، عندهم مشاكل يروح يجري البار ويقول لك النسي، عنده مشاكل يدير الموسيقى، عنده مشاكل يقول لك نروح نحوس، عنده مشاكل يشرب المخدرات، عنده مشاكل باش ينسي يقول لك نشرب الخمر، قال لك نسي ونزهي وروحنا. هل الخمر تفتح المشاكل؟ هل المخدرات تفتح المشاكل؟ الغناء يفتح المشاكل؟ الرياضة وحدها تفتح المشاكل؟ أبدا. اللي يفتح المشاكل هو ذكر الله عز وجل. قال ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. اجمعوا النبي هو صلى الله عليه وسلم هو اللي يقول لكم هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم أول من سيدخل الجنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم الله بعمره. رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبة رسول الله أحب الخلق عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النار، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، شاف الجنة شاف النار لنريه من آياتنا الكبرى، شاف هذه الرحلة كله. قال لكم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. والله الناس كون يتبعوا واش قالهم ربي والنبي ما تلقاهمش في مشاكل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عندك مشكلة قال لك ربي اتق الله، ومن يتق الله كي تتقي الله وش يدير لك ربي؟ يجعل لك مخرجا من المشكل اللي راك فيه، والأكثر من ذلك يعطيك ربي هدايا ونفحات وجوائز ما كنتش انت تتوقعها. القرآن يتكلم، ربك يتحدث، مش الإمام، ربك. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الناس يقول لك رحت للباب الفلانيه لقيتها مغلوقه وطبطبت على فلان ما فتحش عليا، وعيطت لفلان ما هزش عليا، وقصدت الاداره الفلانيه وحقروني ودرت. انت الابواب كلك طرقتها وما طرقت باب الله الواحد الديان جل جلاله. ما قلتش يا رب، ما قلتش يا رب، ما قلتش يا ربي ولو مره، ما قلتش يا ربي اتكلت عليك ولو مره. تشكو الى العباد، تشكي للامام، الامام واش راح يدير لك؟ الامام راح حاصل في روحه. تشكي العبد هذا، العبد هذا وكيفك؟ وش حيدير لك العبد؟ اشكو إلى رب العبد فإن رب العبد سيسخر لك العباد. ابن آدم اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. بعض الناس يقول لك أنا قادر على روحي، واحد يقول لك أنا قادر على مخي، واحد يقول لك قادر على جيبي عندي صوارد، واحد يقول لك قادر على المعرفة نتاعي. لا هذا ولا ذاك. عبد الله من اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على نفسه زل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا زل ولا اختل. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صلوا على رسول الله. هذا وإن الله أمر بأمر فبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه. قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا، الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا، الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. أحبة رسول الله،
يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم الأزهر. قال لكم النبي أكثروا. هل نحن صح أن نكثر من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا لا أرى هذا والله. كوجينا نكثروا الاستغفار وذكر ربي وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ما تلقاش حالنا. أجمع الحال تاعنا مازال جهاد كبير، نحن لا نستسلم، نحن جند الله، وما استسلم جند الله ولن يستسلم جند الله عز وجل. اللي في جيش نتاع ربي، وهذا الجيش يقوده محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا الجيش يستسلم؟ هل هذا الجيش أحبة رسول الله يقول عيد؟ ما يعياش، لأن الله قال لنبيه محمد صلى الله على نبينا محمد: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله: هنيئا اللي راه في طريق ربي، واللي راه يجاهد في طريق ربي ويبلغ عن الله وعن رسوله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمة يحب لها الخير وراه يجري بالنهار. معليش، قد يحقروك الناس، قد يضحكوا عليك الناس، قد يستهزئوا بك الناس، قد يتهموك الناس. في طريق ربي فيها كلش. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا لك. قول الله عز وجل: وشهادة الله فيك يوم يقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شهادة. والذين جاهدوا فينا، الناس اللي راهي تجري في طريق ربي للخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تعاون الفقراء، اليتامى، المرضى، المساكين. يا اخي الناس ما يخليوهمش هادو، يحاولوا يطيحوهم ويكسروهم ويستهزئوا بهم، يديروا لهم كل شيء حسدا من عند انفسهم. انت تهمك هذيك الكاف، هذيك الكاف. اي كاف؟ التي قال الله فيها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. فينا النون يعني نقصد فينا، في الله. ربي لقد نسبك الله لنفسه. هذه أكثر من النياشين اللي علقوها، وأكثر من الميداليات، وأكثر من كلش. قال الله: والذين جاهدوا فينا. ربي قال لك: راك فيا أنا، من أجلي أنا أنت تجاهد في سبيل الله، ومن أجلي أنا أنت تبلغ عني وعن رسولي، ومن أجلي في الله، بالله في الله. والنبي يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. صلوا على رسول الله. أيها الأفاضل، أهديكم سلاما لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. أيها الأفاضل، يا أحباب رسول الله، يا أمة الجمعة، يا أمة القرآن، يا أمة النبي العدنان، يا جيران الله الواحد الديان يوم القيامة، أهديكم سلاما لو صعد إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وحريرا، ولو مزج بماء البحار لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا سلسبيلا. جميعا كبارا صغارا نساء رجالا، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولوا لي ما فهمتناش يا إمام، هذه السلام تاع بداية الدرس ولا تاع نهاية الدرس؟ تقول لي عندك ساعة وانت تتكلم، هذه مقدمة فيها درس. درك هذا السلام هذا تاع البداية ولا تاع النهاية؟ إن شاء الله ما نعرف لا بداية ولا نهاية، نعرف السلام إن شاء الله يكون سلام أهل الجنة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر يا أمة محمد، يوم يرحب بكم الله وترحب بكم الملائكة وترحب بكم الجنة. لما خلق الله الجنة جنة عدن خلقها الله بيده، وأجرى فيها أنهارها وشق فيها وغرس فيها أشجارها وزينها للناظرين. إنها الجنة وما أدراك ما الجنة. واحد يقول لك: شوف رحت نيويورك شوف وش فيها، رحت لدبي شوف وش فيها، رحت الإمارات شوف وش فيها، رحت لإيطاليا. إذا كان هذا ما صنعه البشر للبشر، فما بالكم بما أعده رب البشر للبشر يوم يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين. يتكلم عن الجنة ربي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا الله، لما خلق الله الجنة وأجرى فيها أنهارها وغرس فيها أشجارها وزينها للناظرين، قال الله للجنة، قال الله للجنة، قال الله للجنة: تكلمي يا جنة. فقالت الجنة: قد أفلح المؤمنون. هنيئا لكم، الجنة تكلمت قالت المؤمن هنيئا له. معليش، المؤمن قد يكون مخصوص في الدنيا، جيعان في الدنيا، تعبان في الدنيا. خذوا الشياه والحمير والبقر فقد أخذنا عنكم رب البشر. احنا ادينا ربي والنبي والجنة.
الجنة تكلمت قالت قد أفلح المؤمنون. اللي مؤمن ولا مؤمنة هنيئا له أحبة رسول الله، راي رحبت بك الجنة وسلمت عليك الجنة. سادتي الأفاضل، الأماجد دائما وأبدا مع قول الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر، احنا نذكر فقط، نحن لا نحاسب الناس، نحن نذكر أنفسنا والناس. ربي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. خلي الناس يقولوا، خلي الناس يقولوا ضلوا الدرس وما درتوا فيها والو، هكذا يقولوا الناس. يقول لك قول والله اقعد كيف كيف. هذه ديما الناس نقول لهم قول والله اقعد كيف كيف، عندك تبني البشر، اما عند ربي حاجه اخرى. قال الله وذكر، هذا قول شكون؟ هذا قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله على نبينا محمد. الله رب العالمين يخاطب نبيه، وش يقول له؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا جماعة ربي قال الذكرى تنفع المؤمنين. إذا كنت ما نفعتكش الذكرى وأنت ما نفعتكش الذكرى، إذا الذكرى ما نفعتش 10 راح تنفع آلاف، إذا ما نفعتش لم تنفع الآلاف ستنفع الملايين. ذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعلاش اليهود والنصارى درك التاو بالأئمة والجوامع؟ علاش؟ مش ما يقصدش الإمام كشخص، هو يقصد أنه يكسر أهل القرآن ويكسر أهل العلم ويكسر أهل الطب ويكسر هذوما النخب في المجتمع، ونكسروا دور الأسرة ونكسروا دور المرأة، هذوما النخب في المجتمع. إذا تكسر الجامع والإمام وتكسر المعلم وتكسر الطبيب وتكسر القاضي، وهذوما اللي يقود الأمة أحبة رسول الله. إذا كسرنا القدوات، لأن القدوات قارين، قادر إنسان مش قاري يكلحوه، يجيبوا له ورقه مسكين ويعشي فيه، يلعب في النياشين والنياصيب ويلعب ما يعرفش، بصح اللي قاري ما يتكلحش احبه رسول الله. شهد الله انه لا اله الا هو واولو العلم، وشهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. الدليل على ذلك يا جماعه باللي راهم يكسروا في القدوات. يا اخي لدرك راهم يخرجوا ولادنا من المدرسه ويمزقوا الكرارس ولا لا؟ ومبروك علينا الظاهره الجديده ثاني، اصبحوا ينحي ولادنا المآزر ويطيشوهم. هكذا يا جماعه ولا هكذا؟ يا اخي المئزر يا اخي الولاد ينحوه. بيو بالك طلاب يدوروا من جامع لجامع يقول لهم اولادي ما عنديش شريوا له المحفظه والادوات المدرسيه والمئزر. هاك عمي هات القائمه نتاعك. ويجي الامام يا جماعه ام كاين ناس فقراء وزواوله على وجه ربي يجريونا هكذا، ومن بعد كي يكمل الطفل ينحي المئزر ويطيشه. هو ما طيش المئزر في الحقيقه، وما طيش الكراس، هو هذه رساله لامه محمد. يا جماعه مش حاجه سهله. قال الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا شيء مقصود، هذا شيء مخطط له. وصلنا لاولاد في الابتدائي، اولاد في الابتدائي في عمرهم 6 سنين 7 سنه اولى وثانيه. وش نحكي وش نقول يا جماعه؟ ما تلوموش كي تقولوا الامام طول في الجمعه. انا للغالب مانيش انا، هموم الامه هي اللي تخليك تطول. تجي طفله صغيره هزه يعني تفرجت في البورطابل النقال، يعني يشوف هكذا لعبه. هذه اللعبه كنت عارفاها وسمعتوا بها، ما سمعتوا نسمعوكم بها. المهم هي لعبه تدور على عباده الشيطان. يجي يقول لك مانيش عارف اجرح روحك ومن بعد اشرب الدم هكذاك، ومن بعد دوك تشوف روحك. فكرونا شكون اللي عنده فكره على هذه؟ اكيد عندكم فكره يا جماعه على هذه. ها خلينا من الحوت الازرق. فات الحوت يا حسره، رانا في واحد الحوت واحد اخر درك مانيش عارف واش من حوت، رانا لاحقين درك. قولوا لي فكروني. تعرفوا يا جماعه، على بالي بلي تعرفوا، لازم تتكلموا. شرف قول. ايه فات الحوت الازرق عندها؟ ايوه لا هي لعبه باش تولوا لولادكم في النقال. ما تقولش لوليدي هكا الام تعطي لوليدها النقال تقول له روح العب من هي، راني نطيب مانيش ليتي ولا نتفرج في المسلسل. المهم يسكت عليها برك، يسكت عليها. المهم يسكت عليها وخلاص. المهم الولاد يولي يشربوا الدم والدم نجاسه، ومن بعد يقولوا كلمات يولي ابنك يستحضر الجن في بيتك وانت لا تعلم. قسما عظما، هذه حقيقه ننقلها لكم يا احبتي الرسول، باش تشوفوا يا جماعه تفريطنا في وليداتنا. باش تشوفوا يا جماعه انتم في رايكم هذه حاجه سهله؟ طفل يخرج من امه محمد يقطع الكراس ويطيشه وينحي المئزر تاعو ويطيشه. اش رانا نديروا احنا مالا؟
علاه خلقنا ربي سبحانه وتعالى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. علاش ربي فضلنا علاه قال ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس. بواش؟ باللعب، بالرقاد، بالمزامير، بالبالو؟ لا، هاو الشرط، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تفضل يا وليدي. السلام عليكم. بني ايوه هذه شفت مالي الاختصاص كيف يعرفوا الاولاد. اشرح لي شد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اشرح لي وليدي اللعبه. لابس مريم. هي يقصدوا مريم وما يقصدوا مريم عليها السلام المسيحيه يعني. هي يلعبوا يقولوا لهم تقول لهم جرحوا روحكم انتحروا منا، جرحوا روحكم كما كنت تقول دايرين، جرحوا روحك ومسح ولحس الدم. لحس الدم. تقولها لهم واليوم يدوروها صح، وكاينين بعض الناس اللي ما يديروهاش يتفرجوا برك. واش تنصحهم؟ واش تقول لهم؟ انا انصحهم خلينا من هذه اللعبه صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احسنت يا وليدي، يعطيك الصحه بارك الله فيك. شكرا. هذه هي لعبه مريم من صباح وانا نحوس عليها. هذه لعبه مريم هي لعبه مسيحيه، زيدوا بحثوا عليها يا جماعه. ونعطيكم رساله باش ما تخليش البورطابل عند ابنك برك يلعب به. البورطابل هذاك النقار راهو قنبله موقوته، قنبله في اي لحظه تنفجر. خلينا من هذا ان شاء الله، هذا مش موضوعنا، نعود باذن الله عز وجل. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. البارحه رحت المكان هنا في هذه المدينه الطيبه ان شاء الله. خارج من مكان معايا انت ولا ماكش معايا خرج من مكان لقينا مكان مهجور. قول الحق سيدي كاين ما كانش شاهد الحمد لله. خرجنا من مكان مهجور، هذا المكان كاين مؤسسه وقدامها مكان مهجور. اعطيني القراءه عندنا نشرب شوي. فيه ما نقولش المكان. شكرا بني. بسم الله. الغالب يا جماعه هو الواقع بتاعنا، لازمنا نحكيوه مليح ولا قبيح، لازمنا واقعنا رانا عايشين منه. هذا هو واقعنا احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي اللعبه اللي راني نقول لكم عليها، هذه مريم عليه السلام تصوروها شيطان. هاي ولدك كيف يشوف الصور هذه كيفاش يرقد؟ هاي كيفاش يرقد؟ او يلعب ابنك في اللعبه. اما اذكياهم يا جماعه، اذا كان احنا نرقدوا هم ما يرقدوش، يخدموا 24 ساعه على 24 ساعه. يدخل لك ابنك يقول لك دير له لعبه رسوم متحركه ويلعب، تدخل له حاجه منها ويدخل منها، يقول له تبع طفل صغير مسكين عجينه واش يعرف، او يتبع حتى ولده تلقى ولدك معلق في حبل. قله اهتمام يا جماعه قله اهتمام بوليداتنا. ماناش مهتمين بوليداتنا، ماناش نقعدوا مع وليداتنا، ماناش نصارحوا في وليداتنا. طفل منين نشريوا له المحفظه والمئزر ما نزيدوش نشوفوه حتى لاخر العام. واخر العام الكثير منا احنا تقول له ابنك واش من سنه يقرا، يقول لك والله ما على بالي، تسقسي امه او يروح ويجي وخلاص. نقول لكم الحديث تاع النبي خطير: من استرعاه الله رعيه مات يوم مات غاشا لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. خرجنا من الخربه عفوا من الاداره هذه، كاين خربه بلاصه هامله فارغه ما عندهاش المالي دار. خرجوا منها زوج شباب في مقتبل العمر ما شاء الله. قال لي واش راك طالب؟ قلت له لا باس. قال لي ربي يعاونكم ان شاء الله على الشيء اللي راكم ديروا فيه. يعني واش هذا؟ من بعد رجعت صاحبنا هو واصحابه الداخل يبيعوا في المخدرات ويشربوا في المخدرات. شباب في مقتبل العمر، زهور يا احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. افت المخدرات، افت الخمور، افت الفساد، منتشره المخدرات في كل مكان، لازم ما نحبسوش عليها. سبحان الله، جيش محمد تهجم المخدرات. أنا لم أقرأ أن رسول الله انهزم أبدا إلا في غزوة أحد، كانت رسالة ودرس من الله عز وجل لحكمة أرادها الله عز وجل. نديروا حملة قال يا جماعة على المخدرات ونوزعوا مطويات وبعد نسكتوا. ما نسكتوش، المصيبة راهي مستشرية. المصيبة في النساء، في الرجال، في الوليدات، في الصغار، في الكبار، في بناتنا في الجامعات، في الثانويات، في المؤسسات التربوية، في الديار، في كل مكان، بل حتى في المساجد. لقينا في مراحيض أكرمكم الله وفي حمامات المساجد لقينا المخدرات. في بيوت الله، في بيوت الله. يا جماعة ربي وعطانا الخير، رجعوا الخير تاع ربي شر.
إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأشكر ويعبد وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. نتعاونوا، قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نقول لك علاه يا جماعة، المخدرات أخطر من الخمر. الخمر حرام في الزوج حرام، ولكن المخدرات الخمر كي يشرب غدوة يفطر لاباس عليه، يفاطن يغسل وجهه وكذا. اما المخدرات راهي مرض، راهي تمشي، لازمك ملايين باش تعاود ترجع بنادم هذا تصفي له الدم نتاعو. وجماعه الاختصاص اعلم وادرى. الاشكال وراه الوليدات هذو اللي يشربوا في المخدرات كي تقعد معاهم يبداو يبكيو مساكن، قلوبهم طيبه، ناس طيبين، استغلتهم الظروف، استغلهم اهل الشر. قال الله شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. الدليل خارج البارح انا من هذا المكان، هما خارجين 100% حالتهم صفتهم ماذا كانوا يفعلون الداخل في خربة، كانوا يشربوا المخدرات، عيونهم حمر، كيجي فايت خبى يديه واش راك الطالب لاباس ربي يعاونكم، يعني قلبه مليح. ولكن أين الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ من يبلغ هؤلاء؟ هذو راهم مساكن ضحايا، كل انسان يمشي طاح في بير، هذو طايحين في بير يا جماعه، راهم يستغلوا فيهم ناس اخرين، اعداء امه محمد صلى الله عليه وسلم. انا في هذا الزمان برك اللي سمعت مراه تشرب الدخان وتكيف المخدرات وتبيع، ولينا نسمعوا نساء يديروا عصابات، مراه دايره عصابه تاع مخدرات تهلك في امه محمد. يا جماعه لازم نتكلموا، لان هذا المرضى ويلحق لابني وابنك وبنتي وبنتك، وتدمر الاسره ويدمر المجتمع، ونبقوا قاعدين نتفرجوا ونبقوا قاعدين قال غير هاي البال وهاي كذا هاي كذا. يا جماعه ولتكن منكم امه من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. درنا عمليه جمع تبرعات جزاكم الله خير. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يا ولادي اللي راكم في المخدرات هذا، ها عندكم صوارد زايدين وراه، ها وكمال زميت مسكين مريض عنده عمليه جراحيه في الكبد في تركيا بمليار. عندك صور، على تعطيها لاهل المنكر، على تعطيها لاهل الفساد، على تعطيها للجماعه تاع الدبوات تاع الخمر، علاه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر. ها اخوك المؤمن ويتعذب، ها برب عائله من ولاد صابره ويتمرمد راقد مسكين يستنى في رحمه ربي ثم المؤمنين. هاي ما ها الخير، ها الخير. يعني راك دير في الفيون صاي خاتم مانيش عارف واش، وراك دير سياره فخمه مش عارف واش وكذا، وتقول عندي وعندي وعندي. يقول ابن ادم مالي وليس له من ماله الا ثلاث: ما اكل فابلى، ما اكل فافنى، او لبس فابلى، او تصدق فامضى. هي الاموال اللي راح تروح في المخدرات نداوي بها امه محمد ونبنيو بها 100 سبيطار. منين راهي تجي هذه الاموال تاع المخدرات؟ نلقى شباب نهار كامل هما قاعدين تحت الحيوط، هذه منظمات راهي تمول فيهم يا احبه رسول الله. هاي الناس ظل تندب ليل ونهار تخدم ويقول لك والله ما لحقت. واحد شاب قاعد حدا الحيط هكذا لابس النواظر وكاسكيطه نتاع مدورها وحط رجل على رجل وداير سلسله وكذا، حط اكرمكم الله كلب قدامه يصرف، خلي من اللي يصرف الخدام اللي يضل يندب ليل ونهار. اجمع المجتمع يعني يتحرك بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالدعاء الى الله عز وجل ان يصلح الامه وتصلح الامه باذن الله عز وجل. ما دام كاين امر بالمعروف ونهي عن المنكر وزيد سلطاتي تبذل في المجهودات، هذا درك يضل يقبض، هذه مش عارف بوليس يضل يقبض، هي مش قاعده وما كانش ومازال واحنا ماناش حاسين بربي سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. لازم نديهم هاد الشباب. اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. اسمعوا الى سلفنا الصالح، اجربوا اولادي، اسمعوا الى سلفنا الصالح. قبل هذا اسمعوا لحديث رسول الله: 3 حرم الله عليهم الجنه، 3 حرم الله عليهم الجنه. شباب ضيعنا، شباب والله العظيم ضيعناهم، شباب ضيعناه، ما قعدنا معاه، ما تكلمنا معاه، ما وصلنا رساله. المفروض نخرجوا لبرا نتكلموا مع الناس. النبي ما بقاش في الجامع برك، النبي ما بقاش في الجامع برك قاعد يتكلم في الميكروفون وداير الفيسبوك. هذا الفيسبوك هذا انا دايرينه في سبيل الله، كاش ما واحد يسمع كلمه موعظه يرجع لطريق ربي نديه معاه الاجر. نعم يا احبه رسول الله،
اخرجوا الطرقات، اخرجوا في الشوارع، في المدارس. هذه هي الدعوة إلى الله. أحسن حاجة هي الدعوة إلى الله مصداقا لقول الله. يا جماعة ربي اللي راهو يقول مش الإمام، قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا هو المسلم حقا، هذا هو المسلم، مش المسلم صلى وخلاص يشوف في وليدات أمة محمد ضايعين، بنات أمة محمد ضايعين، نساء أمة محمد ضايعين، وبالعكس يزيد يصوره يقول شوفوا أبناء أمة محمد والبنات أمة محمد. يا وعلى بالنا واش راك تصور؟ استر ما استر الله، استر على أمة محمد، استر على بنات أمة محمد. على بالنا فيه منكرات وفساد. ماذا غيرت؟ كي تبذل المنكر هكذا وتصور انت واش غيرت؟ زيد تنشر الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مش كنت تقبض هذاك الطفيل ولا ديك الفتاة تتكلم معاها بالتي أحسن؟ لأن يهدين الله بك واحدا خير لك من حمر النعم. شوفوا واش رب النبي، 3 حرم الله عليهم الجنة. إن شاء الله ما تحرم حتى على مؤمن ولا مؤمنة إن شاء الله. هذا هو التبليغ. لازمنا. قال الله وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن اجمعوا فيه عظمة كبيرة وكلام الله. طاير طاير طاير، قل له قال الله وقال الرسول وفسرها له مليح والله غير يركح. قال الله وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أنا نمشي في الطريق أنا البارح يشربوا المخدرات خرجوا، واش يشوفوا فيك؟ يشوفوا فيك قرآن، كلام ربي يشوفوا فيك. فتوقف الطالب ادعي لنا معك وربي يعاونكم. هذو شراب مخدرات. سم الرسالة واصلة، ولكن كيف نتصل بهؤلاء؟ كيف نرجعوهم؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا جماعة راكم مأجورين على أمة محمد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا جماعة لازم تتعبوا لهذه الأمة وتخدموا لهذه الأمة وتقدموا لهذه الأمة. قال الله وما تقدموا لأنفسكم من خير لأنفسكم. يا جماعة كي تخدموا أرواحكم راك تلقاوها عند ربي يوم القيامة. وما تقدموا لأنفسكم ليكم، درتوا الخير ليكم والشر ليكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. لازمنا نغيروا على أمتنا، نغيروا على وليداتنا. تبكي دما يما طفل في السنة 7 ابتدائي ولا أولى ثانوي يخرج يطيش المئزر، وفتاة طيش المئزر. ويمزق العلم في أمة العلم، في أمة اقرأ تمزق وإقرأ. الأمر جد وهو غير مزاح. فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي. كيف البقاء مع اختلاف طبائع وكرور ليل دائم وصباح؟ فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. نضيعوا أمانة محمد. وربي قال لنا يا أيها الذين آمنوا. احنا مؤمنين، احنا رانا في الجامع نقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها ربي راهو يخاطب فيكم ويقول لكم الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا جماعة اليهود والنصارى والله ما خير منا. احنا عندنا ربنا الله ونبينا محمد وكتابنا القرآن وسندخل دار الجنة، الجنة بإذن الواحد الديان. هم ما عندهمش هذا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زكاكم الله. يا أمة محمد لازم تكونوا ناس ملاح. لازم يا جماعة تكون إنسان طيب، لازم تكون مليح، لازم يحبك الله ويحبك النبي. في أمة محمد ما كانش واحد ناس ملاح، عيب وعار يكلحك الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. من آدم هذا ربي وهذا الشيطان. يكلحك الشيطان، يديك الشيطان لحزبه، يضحك عليك الشيطان الذي قال فبعزتك. الشيطان أو إبليس وأعوانه حلف وقسم بربي فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس عليه لعنة الله قال ربي قال له هذا العباد كل نغويهم وندخلهم جهنم إلا عبادك منهم المخلصين، إلا الأتقياء الأنقياء الأصفياء الذين يحبون الله ورسوله، الذين يحبون القرآن، يحبون المساجد، يحبون الصالحين، يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، يحبون الإسلام، يحبون كل شيء صالح. هادو قالوا ما نقدر لهمش. وراهم هادو إبليس ما يقدر لهمش. يا جماعة نخرجوا من الجامع وإحنا مؤمنين وربي سجل أسماءنا بعد أن سجلتها الملائكة. يضحك علينا الشيطان ونغتابوا وننموا ونتفرقوا. يا جماعة كل واحد راح يتدفن في قبره لوحده. يا جماعة أنا نذكر في نفسي وإياكم جمعة خلاص
والدنيا تخلص. بصح لك وقوف بين يدي الله. عيب عيب، ربي اعطانا القرآن، اعطانا النبي، اعطانا كلش وما نكونوا الصالحين. وش يزيد لنا ربي؟ ربي قالنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية إن شاء الله. ربي يبصرنا بعيوبنا إن شاء الله. نقول لكم يا شباب أمة محمد فقط، سيدنا أبو بكر لما أسلم وهز اللواء الرسالة والدعوة مع النبي كان في عمره 38 سنة. يا جماعة سيدنا أبو بكر لما أسلم وشد الرسالة مع النبي وبدأ يبلغ ويجاهد مع رسول الله كان في عمره 38 سنة. سيدنا عمر نهار اللي أسلم وشد اللواء والرسالة والجهاد في سبيل الله والتبليغ عن الله ورسوله كان في عمره 28 سنة. سيدنا عثمان نهار اللي أسلم وشد الرسالة وشد طريق ربي مع النبي كان في عمره 34 سنة. أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسماء كانت شابة صغيرة في الهجرة، أسماء بنت أبو بكر الصديق في الهجرة كانت تدي بالشد الطعام للنبي واللي معاه ما لقتش واش تغطي الطعام، نحت النطاق نتاعها، النطاق كاشني نتاعها ولا حاجه، فمزقته الى اثنين ودارت به عمل جبار خلده الاسلام في التاريخ، فسماها رسول الله ذات النطاقين وقال لها يا اسماء عندك نطاق في الجنه ان شاء الله يوم القيامه. فتاة شابه صغيره. اليوم فتياتنا نحاول الحجاب وطيشوه. اسمعوا الى الاسلام وش ربى محمد صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ نهار اللي مات حضر جنازته 70,000 ملك. كي بداو أسلم كان في عمره 31 سنة. أحبة رسول الله. واسمع لهذا، أسامة بن زيد في غزوة الخندق كان في عمره 15 سنة. يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان بين قرى وبين رجال. ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يجيب الخير لأمة محمد صلى الله يهدينا ويهدي شبابنا إن شاء الله لطريق ربي بإذن الله عز وجل. عندنا بعض الأدعية على السريع إن شاء الله. الدعاء للفقيدة بوسعدية قمير بالرحمة والمغفرة إن شاء الله، ربي يرحمها ويوسع عليها، والشفاء للزوج نتاع عمي بوراس محمد بالشفاء العاجل إن شاء الله بإذن الله. أخويا العيد، هذا أخونا العيد كان بينه خلاف بينه وبين زوجته فناديناه فاستجاب ووقع الصلح والتأمت العائلة والحمد لله. قلنا له يا العيد، كان مقلق شوية، قلنا له يا العيد مش الإمام ومش الرسول عليه الصلاة والسلام، الله قال لك والصلح خير. قال ما دام قال ربي والصلح خير لا يعلو فوق كلام الله كلام. وشملت العائله الحمد لله، ربي يجمع كل شمل العائله ان شاء الله. خونا العيد ربي يجازيك، انا وعدتك ندعي لك ان شاء الله في الجمعه، ربي يحفظك وربي يجازيك ويصلح لك في وليداتك وفي زوجتك باذن الله، وربي يصلح كل عائلات امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الادعيه كثيره نرجو الدعاء. عمي اليمين المطاعي توفى بيو أكثر من 90 سنة في فرنسا، أو يجي إن شاء الله الجنازة تجي يوم السبت. هذا من المؤسسين واللي بنى مسجد من المساجد في فرنسا وكان داعية إلى الله عز وجل. توفاه الله، ندعو له بالرحمة والمغفرة بإذن الله عز وجل. نرجو منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة. الأخ والزميل سامعي عبد الناصر العامل بالجزائرية للمياه سطيف الذي وفته المنية يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 59 سنة، ربي يرحمه ويوسع عليه. الأخ سامعي عبد الناصر ربي يجعل قبره روضة من رياض الجنة ويلهم ذويه الصبر والسلوان بإذن الله. وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. دعاء لابنتي أن ترجع إلى بيتها وربي يلم الشمل يا رب العالمين، كما لمينا شمل أخونا العيد بفضل ربي يتلم الشمل بإذن الله عز وجل. إن شاء الله وليداتنا هذا الأزواج فيهم خير وبنياتنا إن شاء الله فيهم خير إن شاء الله، كي نذكرهم بالله ورسوله يرجعوا بإذن الله عز وجل. سيدة ترجو منكم الدعاء لأبيها بالرحمة والمغفرة ويكمل لها زواجها من السيد ما نذكرش الاسم، ربي يكمل إن شاء الله. السلام عليكم. عندي أختي تعقب الباك، ادعوا لها بالنجاح بمعدل ممتاز إن شاء الله، ينجحوا وليداتنا كامل إن شاء الله البكالوريا في امتحان تاع نهاية السنة، ووليداتنا في الجامعة وكل إن شاء الله ربي يفتح عليهم إن شاء الله. نرجو الدعاء عليها أخينا شوشان فريد طريح الفراش بالمستشفى، جزاكم الله خيرا. الدعاء بصلاح الذرية، ربي يصلح إن شاء الله ذريتنا وذريتكم وذرية أمة محمد. نطلب منكم الهداية للطفل زيد إن شاء الله، ربي يهديه ويهدينا إن شاء الله يا رب العالمين. هذا إنسان راح يدير عملية جراحية على القلب، أسأل الله له الشفاء. ادعوا لابني بالشفاء العاجل ولأولادي بالهداية والعمل الصالح. ندعو لكم، نطلب منكم الدعاء لعبد النور وعبد الصمد بالنجاح في شهادة التعليم المتوسط والابتدائي، ربي يفتح عليهم إن شاء الله. كما ندعو الأدب الباقي العربي وقزاطي ورمضان والأم حبوبة وحورية بالرحمة والمغفرة، ربي يرحم موتانا وموتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أدعية كثيرة أتركها لجمعة قادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. وأشراكم يا أمة محمد، ربي يحفظكم إن شاء الله، وربي يحفظ وليداتنا ووليداتكم.
وأزواجنا وأزواجكم، ربي يبارك لكم في أعماركم إن شاء الله. المهم أمة محمد لازم تعرفوا باللي هذه الأمة راهي في جهاد حتى تلقى الله عز وجل. قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إلى احنا حبسنا ورقدنا راهم يغمونا ويديونا، إلى بقينا فاطنين بإذن الله عز وجل، إلى بقينا فاطنين رانا مجاهدين في حزب الله عز وجل، ورانا من أولياء الله. أنا نتكلم عن الجميع كل إن شاء الله، كلكم من أولياء الله. وربي يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربي يحفظكم إن شاء الله. أنا واحد العمل الخيري ما تنسوش عندنا نداء استغاثة الأخ كمال زميت موظف ببلدية سطيف. هذا مسكين عنده عملية جراحية استعجالية لزراعة الكبد في تركيا تقدر ب 445,000 أورو، ما يقارب مليار و50 مليون سنتيم. هذه الناس راهي المخدرات وراهي تروح دير في الغنى والشطيح والرديح وتروح منا وتفض الأموال ومش عارف فساد وشروعات ومش عارف لا طائلة منها. ها أخوكم أو يتمرمد إنسان زوالي راه طارح الفراش مسكين ولا مش عارف، وطلب منا الدعاء، يحب الاستئناس، طلب الدعاء مسكين. ممكن يشوف اللايف هذا او طلب الاستئناس مسكين. واحد زوالي راقد قالوا له مليار عمليه جراحيه زرع كبد، واش يكون حالته؟ موظف البلديه، شحال يدي هذا الموظف تاع البلديه؟ له الله ثم امه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسكن قدام بلديه ولاد صابر وسط المدينه، مع اللي يحب يعاونه ان شاء الله ولا يكون معاه. احيانا يا جماعه صدقوني، احيانا اتعمد الغياب عن المسجد، يد المؤذن احيانا نمشي نصلي في جامعه اخرى. نقول لك علاه، ما قدرتش نواجه طلبات الناس، ما قدرتش. نخرجوا اليوميه واحد عمليه جراحيه على السرطان، واحد عمليه، واحد ما عنديش الكراء، واحد كذا. صدقوني مش هربا من العمل احنا متربيين فيه وكابرين فيه، ونصير نبقى نخدموا حتى يقبض ربي امانته ان شاء الله. ما تلقاش الزوالي كي يجيك ما تلقاش بوش تقابله، يجيك فقير كما هذا يقول لك عندي عمليه وطارح الفراش ووليداته دايرين به يستنوا فيه هكذا. واش دير انت عبد الضعيف؟ راك عاونت واحد زوج ثلاثه، اي امانه. وخلي واحد يقول لك نوكل عليك ربك ما عاونتنيش، واحد ما درتيش نداء، واحدك ما سلكتليش كراء، واحد كاتب لي رساله قال لي زعما تقولوا راكم ائمه. هو الامام مسكين عنده ميزانيه، الامامه مش والي يا جماعه، الامام موظف برك يجي يبلغ عن الله وعن رسوله. ممكن تعاون واحد زوج ثلاثه بصح المئات. واحد الصباح بعث رساله قال لي نوكل عليك ربي حقرتني ما عاودتنيش في الكراء. والله العظيم البارح اليوم انا مازال ما بديتش، اليوم مازال انا دوم بدا طلع النهار. البارح يا جماعه 23 طلب مساعده تخدم هنا في المقصوره هذه، تكمل الصلاه تروح لبرج القران، تلقى يستنى ثاني. برج القران هم مجعول لتعليم القران، تلقى امه محمد كل دايرين لاشان. واحد يحوس على عمل، انا ما نلومش الناس، نعم الناس محتاجه صح باش تشوف الضغط. هذا دور الاغنياء، هذا دور الاغنياء يا جماعه. ما تخليوش خاصه الفقير المحتاج، ما تخليوش يدور ويطلب يا جماعه. استروه، الله يستركم الله عز وجل. انا راح نفسد كنيسه هذا مليار، عندي ملايير، ناس مكدسه اموال طائله. ها ارواح المخلوق ما تعطي له الصور، ديروا العمليه هذه. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وكل واحد يستر المؤمن، وانا خارجين من الدنيا هذه كلنا فيها ضياف. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه ان شاء الله. عندنا بعض التوسيعات في برج القران الكريم، عندنا واحد الاقسام جديده. هذه الاقسام راح نديروها باذن الله عز وجل باش نرجعوا لنظام اللوحه ولا. عندنا 3000 طالب وفتحنا المدرسه القرانيه. قد سجلنا درك في المدرسه القرانيه الصيفيه سيدي؟ تقريبا 500. عندنا 3000 طالب في برج القران الكريم. درك المدرسه القرانيه الصيفيه صيف بركه هم سجلوا 500. نوصلوا العدد قداه باذن الله، نوصلوا بولادنا. اي مسؤوليه عندك 3000 تقرا ورايح تسجل الاولاد هذو باش ما نحرموا حتى واحد. راح نوصلوا ل 1200 وحده جديده تسجل في شهر لا جوي اوت. هذو يقربوا 3 شهور باش واحد ما عنده حجه. 4 جوان هما قالوا لنا اول جوان تبداو. اي مسؤوليه يا جماعه. عندك 3000 وراح تزيد 1200، عندك 4200 طفل من امه محمد راح تشدها. راي امانه وراي مسؤوليه يا جماعه. هذه مش كلام. برج القرار راه مفتوح، تقدروا تجوا تزوروا، مرحبا بكم. راه مفتوح 24 من 8 صباحا ل 8 ليلا. راه مفتوح، جهد جباره ويبذل لاحبه رسول الله. ارواح تشوفوا الطل مش بالكلام برك، بالعمل. عمل جبار ويبذل باذن الله عز وجل. ربي يحفظكم وربنا. اذا احنا عندنا الاقسام دول كلهم ما يكفيوناش.
اللي كنا نبنيه وقال لك هو كبير. اليوم راهم يحاولوا الناس باش يدخلوا اولادهم في برج القران، ولذلك حبينا نرجعوا للطريقه التقليديه، اللوحه والقلم وكذا. الان لقينا واحد المكان راح نزيدوا فيه اقسام جديده لبرج القران الكريم. نحتاج منكم ماده الحديد يا احبه رسول الله بكل انواعه واصنافه. برج القران رايح بعيد باذن الله عز وجل، باذن الله. مناره في مدينه سطيف والجزائر باذن الله عز وجل. وهذه مش شهاده نتاعنا، هذه شهاده ناس خارج الوطن. شهادة الشيخ النابلسي ربي يذكره بخير، شهادة أحبة الشيخ رشيد عطاء الله نتاعنا، شهادة الشيخ أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ العزوني، الشيخ عبد الله المصلح رئيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وأنتم الضيوف راكم تشوفوا فيهم الكل، لازم نتموا أحبة رسول الله. وهذا البرج القرآن راه حاجة كبيرة. علاش لازم ينجح؟ علاش؟ لأنه حاجة نتاع ربي، لأنه تربي الجيل يا أحبة رسول الله، تربي الجيل، ناس فرحانة بالقرآن. لازم نرجعوا كما كنا بإذن الله عز وجل، وسنعود بإذن الله، سنعود. ماناش حابسين عليها أن ندخلوا تحت التراب، وكي ندخلوا تحت التراب نكون إن شاء الله وجدنا اللي شد إن شاء الله الرسالة. كاينش حاجة قد الخدمة في بيت ربي سبحان الله. ليه اليهود والنصارى خير منا؟ والله غير يتربوا وليداتنا بإذن الله عز وجل ويقراوا، وعندنا علماء إن شاء الله بإذن الله. الابتكار في اليابان، الجزائريين تحصلوا على المرتبة الأولى في الروبوتيك في اليابان في ديارهم. كيفاش احنا تصنفونا اليهود والنصارى العالم الثالث؟ احنا تصنفونا العالم، والله ما العالم الثالث، نحن العالم الاول باذن الله. نحن العالم الاول وما يفوتنا حتى واحد. قال الله نكذبوا ربي قال كنتم خير امه ان نكذب الله ونعجز. نحن امه لا تعجز، نحن امه لا تنام، نحن امه العمل خيرها الله وليكن ما يكون. قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أجمع ضيعت الثقة في ربي ولا واش؟ ألسنا أمة أحمد؟ بلى نحن أمة أحمد. مرة جاية نعطيكم واحد الرسالة، مرة جاية نعطيكم واحد المشهد تشوفوه. العالم المسلم خدم ساعة بعتها الملك فرنسا، ساعة ما زالت فرنسا ما تعرف والو، أغبياء ما يعرفوا. خدمنا ساعة في القرن العباسي، العلماء نتاعنا خدموا ساعة بعتوها الملك فرنسا تمشي وحدها. الملك تاع فرنسا لما جمعته قال لهم هذه فيه الجنية، هربوا وخلاوها. كنا نقريو فيهم ذاك يضحكوا علينا. سنعود بإذن الله. يا جماعه عاونونا بشويه حديد بكل انواعه، ومن بعد شويه وردي، ومن بعد وقفوا معنا وخلاص. يا اخي تعاونوني ولا تخلوني وحدي نحارب. الى تخلوني وحدي دوك نستسلم من درك نهز الرايه البيضاء الى نخدموا ان شاء الله، نتموا عليها ان شاء الله. ها يا ربي. لا اسراء اسمها اسراء. ادعونا الاسراء بالرحمه والمغفره واسمحوا لنا. والسلام عليكم ورحمه الله.